السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة سنة أولى إعدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله مع درس جديد من دروس مادة اللغة الإنجليزية، وهنبدأ في بارت 5 في يونت 2 زي ما احنا متفقين. عندنا 7 بارتات في كل يونت. طبعا النهاردة إن شاء الله البارت الخامس. يلا بينا نبدأ lesson 5 و 6 بارت 1. الفوكاب بتاعتنا أول كلمة معانا كلمة word معناها العالم، dinner العشاء، discuss يناقش اتنين بيتكلموا مع بعض في موضوع، English teacher معلم لغة إنجليزية، فوتو طبعا صورة فوتوغرافية، تي شاي، فروت فاكهة، put on يعني إيه يرتدي، put on يعني يرتدي، project مشروع، grade صف دراسي، shower دش أو استحمام طبعا noun، hobbies معناها هوايات، ideally معناها بشكل مثالي، separate معناها يفصل، position معناها ملكية، languages معناها لغات، French الفرنسية، quiet معناها إلى حد ما، خلي بالك التي قبل الإي، أما لو الإي الأول كانت بقت هادئ. preparatory معناها إعدادي، message رسالة، items معناها أشياء. بعد كده عندنا الأفعال الغير منتظمة، هم فعلين بس، wake up وهاف يستيقظ ويمتلك. طبعا من اهم الافعال اللي عندنا اصلا في اللغه هو have، عشان طبعا استخداماته كتير جدا، فهو في التصريف الثاني والثالث سهل جدا had. اما wake up woke up woken up. بعد كده عندنا الكلمه عكسها زي مثلا join يربط او ينضم، هنا بمعنى يربط، separate معناها يفصل. put on يرتدي، take off يخلع ملابسه. طبعا تيك اوف ممكن تيجي مع الطياره بمعنى تقلع، طياره يعني بتسيب المطار وبتبدا ان هي تطير في السماء. come ياتي، leave يغادر، correct صحيح، incorrect غير صحيح، friendly ودود، unfriendly معناها غير ودود. نكمل ونشوف نص الليسننج اللي معانا ما بين ليلى وآية. ليلى بتقول there is a bell، أيوة الجرس الحمد لله رن. what subject have we got next، إيه المادة اللي علينا المادة الجاية. Let's look at the timetable، تعالي ما نبص في الجدول. We have got computer studies next، عندنا حاسب آلي. In the hall حرية. Computer studies I am not very good at computer studies، ده أنا مش كويسة في الحاسب الآلي. I love it أنا بحبها. It's my favorite، دي كمان مادتي المفضلة. What's your favorite subject آية؟ طب وأنت آية إيه مادتك المفضلة؟ I like science and languages، أنا بحب العلوم واللغات. Are you good at languages؟ هو أنت كويسة في اللغات؟ I am quite good at English، أنا كويسة إلى حد ما في الإنجليزي. and I am not bad at French، ومش يعني مش وحشة في الفرنساوي. Who's our English teacher this year؟ It's Miss أمال. Miss أمال هي المدرسة بتاعتنا. Oh good she is really friendly، ده هي يعني ودودة جدا وكويسة جدا. When have we got English؟ احنا عندنا إنجليزي إمتى؟ It's after break بعد الفسحة. What time is break؟ هي الفسحة إمتى؟ It's from 10:15 to 10:30. وعرفنا إزاي بنقرأ الوقت من ورا لقدام، ده هي من الساعة 10:15 ل10:30. Let's meet in the playground and go to the library، نتقابل في الملعب وبعد كده نروح المكتبة. أوكي. الريدنج معانا ما بين حاتم وحازم. حاتم بيقول What's your favorite subject؟ حازم ايه مادتك المفضلة؟ I like English. Who's our English teacher this year؟ مين المدرس الإنجليزي بتاعنا؟ It's Miss إيمان. هما كلهم تقريبا بنات، مس أمال مس إيمان وهكذا. تعالوا نكمل. She is a good teacher، ده هي ممتازة. And when have we got English؟ طبعا عندنا إنجليزي إمتى؟ We have it today، عندنا النهاردة after break نفس الوقت برضه. Then we have math، بعد كده عندنا رياضيات. Good I like math، أنا بحب الرياضة. Are you good at math؟ هل أنت كويس في الرياضة؟ I am quite good at math، أنا جيد إلى حد ما فيها. I am not bad at science، too، وأنا شغال يعني في العلوم مش وحش. Yes you are good at science. What time is break؟ طيب أنت تمام في العلوم على فكرة كويس. طيب الفسحة إمتى؟ Now let's go to the playground، ده الفسحة دلوقتي، تعالى اما نروح للملعب. A day in my life، يوم في حياتي. أميرة is from Egypt، أميرة من مصر. How old are you and where are you from؟ كم عمرك وانت منين؟ I am 12 years old، أنا عندي 12 سنة، and I am from غردقة، ومن الغردقة. What subjects do you like؟ إيه المواد اللي انت بتحبيها؟
This year السنة دي I am in preparatory أنا في المدرسة الإعدادي 1 طبعا في سنة أولى يعني at school في المدرسة. My favorite subjects are science, computer studies and math. بتحب العلوم والحاسب الآلي والرياضيات. We have science and math in the first lesson every day. عندنا science علوم ورياضة كل يوم أول حصة. But we only have computer studies on Wednesday. لكن الحاسب الآلي يوم الأربعاء بس. I like music too. كمان بحب الموسيقى. But I am not very good at it. لكن يعني أنا مش شاطرة فيها. What do you usually do after school? بتعملي إيه بعد المدرسة؟ I sometimes read or watch TV. ساعات بقرأ أو بتفرج على التلفزيون. I always do my homework. لكن دايما بعمل الواجب بتاعي before I have dinner قبل ما أتعشى. After dinner بعد العشاء بقى I usually have a shower. يعني باخد دش. خلي بالك have a shower أو take a shower. يبقى shower بيجي معاه have أو take. And read my book in bed. وبقرأ الكتاب بتاعي في السرير. What time do you wake up and go to bed? امتى بتصحي وبتروحي للسرير؟ طبعا السؤال الأخير ده أعتقد يعني مكتوب غلط. ما كانش ليه علاقة مفيش حاجة بعده يعني. هاي نجوى، ازيك يا نجوى؟ How are you؟ عاملة ايه؟ You want to know what my parents do at the weekend. انت عايز تعرفي أهلي بيعملوا ايه في نهاية الأسبوع. خلي بالكم من حاجة، دايما بص للنص ده علشان ان انت تكتب زيه سواء ايميل او تكتب زيه باراجراف. شايف دايما بيسيب مسافة في الاول، يكتب حرف كابيتال في البداية، السؤال بيحط بعده علامة استفهام والجملة بيحط بعدها نقطة وبعد النقطة بيجي دايما حرف كابيتال وهكذا. فدايما حاول تتعلم الحاجات اللي موجودة دي. You want to know what my parents do at the weekend? My father works with computers. والدي بيشتغل في الكمبيوتر. My mother is a teacher. والدتي مدرسة. My dad never works at the weekend. عمره ما بيشتغل في الأجازة. But sometimes my mom looks at students' homework. لكن والدتي ساعات بتبص على الواجب بتاع الطلبة. شايفين الطلبة مش الطالب عشان اس apostrophe. اس apostrophe اللي تابع الحلقة اللي فاتت بقى هيبقى فاهم الكلام ده. We often go shopping. احنا ساعات بنروح نتسوق. When it's not very hot. لما يكون الجو مش حر. We usually go to the park. بنروح الحديقة. My brother always plays football. أخويا دايما بيلعب كورة. When we go there. لما بنروح هناك. He is very good at football. هو يعني لعيب جدا في الكورة. What about you? طيب وانتي؟ What do you do at the weekend؟ بتعملي ايه في عطلة نهاية الأسبوع؟ Best wishes. أطيب التمنيات مع مين أو ايه؟ مين اللي كانت كاتبة لك الجواب ده؟ نسمع. تعالوا ما نشوف اللانجوج نوتس. عندنا هنا بيقول لنا very زائد صفة معناها جدا، أما quite زائد صفة معناها إلى حد ما. تمام؟ فأنت الحتة دي بتستخدمها ليه؟ عشان توضح أنت كويس في الحاجة قد إيه. زي مثلا I am very good at math. أنا جيد جدا في الماس. أما هنا I am quite good. أنا جيد إلى حد ما. يعني لو هنا مثلا أنا بجيب مثلا 90%، أنا هنا هجيب مثلا 70%. good for. أما هنا good at. هنا مفيد لي، أما هنا جيد فيه. مفيد للصحة مثلا، أما هنا جيد في الرياضة، جيد في الكورة وهكذا. milk is good for our bones. اللبن جيد لإيه أو مفيد لإيه؟ مفيد لعظامنا. أما هنا she is good at English أو reading English، سواء noun أو verb plus ing. يعني هنا good at بيجي وراها يا إما noun يا إما verb ing. what about you؟ ماذا عنك؟ ده سؤال برضو مهم يا ريت نعرفه عشان المحادثات. what's your favorite subject؟ إيه مادتك المفضلة؟ I like science. على فكرة كنا ممكن نقول and you. دي برضو طريقة سؤال. and you دي بنسألها امتى؟ لما أكون عايز أسأل الشخص اللي قدامي ده نفس السؤال اللي هو سأله لي. يعني بجاوب السؤال بتاعه وبعد كده أسأله نفس السؤال فبقول له and you وعلامة استفهام. I like science too. نكمل. قلت لكم عليها الحتة دي. يا ترى الإي جاية الأول ولا التي؟ هنا صفة بمعنى هادي، أما هنا ظرف إلى حد ما. The village is quiet. أما هنا is quite good at science. Through the internet يعني من خلال الإنترنت. Send through يعني يرسل خلال. Send through. End with ينتهي ب. In a school uniform. In حرف الجر ده مهم في زي مدرسي. In bed في الفراش مهم برضو. From another country من دولة أخرى. At school في المدرسة. At the weekend برضو مهمة في عطلة نهاية الأسبوع. Come to school يأتي للمدرسة. Come home from school. شايفين هنا come to school جه حرف جر to ما بين come وما بين school. أما home وكلمة there
الاتنين ما بيحتاجوش اي حرف جر ما بينهم. تمام. come home على طول مباشرة، اتفقنا الحتة دي مهمة. come home from school. work with computers يعني بيشتغل مع كمبيوتر، يعني daily life حياة يومية. wake up يستيقظ. put on my school uniform يعني بلبس اللبس المدرسي او الزي المدرسي بتاعي. اخر حاجة معانا have a shower او take a shower، الاتنين ينفعوا يعني بمعنى يستحم. do a project مهمة جدا، do هيقول لك يا ترى do ولا make. وبعد كده hurry او hurry يعني تعبير كده يستخدم ايه عن الفرحة والدهشة، ما علينا طبعا مش مهم قوي يعني. هنشوف دلوقتي الفوكاب او الاكسرسايز على الفوكاب، لكن انت هتوقف الفيديو لحد هنا دلوقتي، تحل انت الاول بالقلم الرصاص التدريبات بتاعتنا دي، تشوف هتجاوب كام واحدة صح وكام واحدة مش صح. لو جاوبت كله صح عرفني برضو في التعليقات، هيبقى برافو عليك بصراحة. وتعالى دلوقتي نبدأ نشوف الإجابات اللي انت جاوبتها بقى دلوقتي لما كملت الفيديو، هنشوف صح ولا غلط. Your not are the things that you have. الحاجات اللي انت بتمتلكها دي ايه؟ ممتلكاتك اللي هي possessions. I usually have a not in the morning. دايما بحصل على ايه؟ have ايه؟ have لسه قدامنا ايه؟ have a shower. Our English teacher always asks us to do ايه؟ to do projects. نعمل مشاريع. We not our problems with our teacher. discuss بنناقشها. discuss our problems يعني بنناقشها. breakfast lunch and not our meals. طبعا ناقص كده ايه؟ فطار والغدا وعشاء. العشاء اللي هو dinner. My brother is not short for a basketball player. is quiet يعني قصير إلى حد ما. التي قبل الإي. تي قبل الإي. taking not is the favorite hobby for some tourists. they have cameras. هم معاهم كاميرا يبقى هم بياخدوا إيه؟ بياخدوا صور يبقى photos. Our not teacher gives us grammar, novel and drama. يبقى ده مين؟ ده مدرس الإنجليزي. We often not shopping at the weekend. We often خلي بالك shopping بيجي معها ايه؟ go shopping. go shopping. اما do the shopping ذا لازم يجي ذا، لكن مفيش ذا يبقى go shopping. He is 14 years old so he goes to a not school. a preparatory school يعني مدرسة إعدادي. Look at the not. we have a science lesson. طبعا يبقى ده التايم تيبل الجدول. We all like Dr. Amir because he is kind and friendly يعني ودود. رقم 13. What not are you in? I am in preparatory 1. أنا في سنة أولى. يبقى هو هنا بيسأل على إيه؟ على الصف. أنت في الصف الكام؟ يبقى what grade. grade يعني الصف. Please write your different hobbies. not a list. write إيه؟ write in. write in. People who come not China are Chinese. الناس اللي جايين منين؟ from China. You should not of the problem well. You should think. You should think. Pupils in my school must not on their school uniform every day. must put on. Can you talk about your not life, your daily life, or things you do every day. تمام؟ every day يبقى daily life. لو قال لك every week يبقى weekly life, monthly life, yearly life حسب every ايه. بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون كان سهل جدا وبسيط عليكم. يا ريت تكونوا يعني بتنفذوا الكلام اللي احنا بنقوله بقى. دلوقتي احنا خلصنا الفيديو اهو، عايزك ان انت توقف خلاص كده، تسيب اللابتوب او تسيب الموبايل اللي معاك اللي انت بتتفرج عليه، وتبدا ان انت تمسك الكتاب بتاعك وتذاكر اللي احنا شرحناه ده مره كمان، تحفظ الكلمات والاسئله اللي انت حلتها بالرصاص. ابدا ان انت حلها بقى بالقلم الجاف وتكون متاكد منها 100%. ولو وقفت في اي حاجه طبعا تقدر ترجع للفيديو في اي وقت. ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناه اتمنى تشتركوا معانا وتنورونا. كمان في على القناه ماده الدراسات والعلوم للي حابب ان هو يتابعهم، ان شاء الله هيستفيد جدا. وكمان هم مشروحين بالكامل فتقدر تجري في المنهج براحتك. اشوفكم على خير ان شاء الله بكره زي دلوقتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.